السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، عدنا إليكم من جديد. واللي اليوم كعادتنا غادي نهضروا على المنتخب الوطني المغربي، وكذلك غادي يكون عندنا الرد على الإعلام المتعذر في الإعلام المتربص بالمنتخب، إضافة إلى إبراهيم دياز والكثير من التفاصيل. وكالعادة كلشي غادي نبارطاجي معكم بالمختصر المفيد، لذلك بدون أي إطالة ندخل مباشرة في العمر. والبداية غادي تكون مع دياز إبراهيم اللي بزاف قالوا لي إسلام علاش ما هضرتيش على الأخبار اللي خارجة عليه، وكذلك على الماتش الكبير اللي داروا في السوبر ضد أتلتيكو مدريد. مبدئيا باش نجيكم من الاخر كاع ديك الاخبار اللي خرجت عليه بعد مباراه السوبر، حول داك الموضوع ديال واش غادي يلعب لاسبانيا او المغرب، راه غير استهلاك اعلامي فقط، لانه في كل مباراه ولا كيتفرقع فيها ابراهيم كنسمعوا نفس الاسطوانه تتكرر. الخلاصه راه عطيت لكم ديك النهار، وهو ابراهيم عبد القادر عطى الموافقه المبدئيه على تمثيل المغرب، وكنزيد ناكد ونوضح مبدئيا ماشي نهائيه لانه كان فرق. والملف ديال دياس ان شاء الله غادي يتعاود يتفتح مور كاس افريقيا باذن الله، ويقدر والله اعلم التالق ديالو مؤخرا مع الريال يزيد يصعب ويعقد الماموريه، لان الاسبان اكيد غادي تحلوا ليه العينين وما غاديش يبغيو يفرطوا في هذه الموهبه بكل سهوله. المهم نخليو دابا هذا الموضوع على جنب لانه ماشي وقته حاليا، وعلى السريع نهضروا على الماتش ديالو قبل ما ندخلوا في القاص. المهم دياس ابراهيم عبد القادر في الماتش ديال اتلتيكو مدريد دخل في الدقيقه 82، وبين قوسين كما عارفين الماتش كان فيه اشواط اضافيه، وبهذا المعنى اللهم بارك رونا ديال بصح. فقبل ما يماركي البيت كانت التحركات ديالو بالكره وبلا كره جيده جدا، وحتى ديك القصوريه والستايل ديالو في اللعب والجري بخطوات متقاربه، وكانك تشاهد البرغوث الارجنتيني ليونيل ميسي، خصوصا فاش كيلعب الباس وكيكمل معاك وكيتمركز باش يفتح لك اللعب، يعني ما كيبقاش واقف ديناميكي بامتياز اللهم بارك وزيد في ذلك، وبالعاميه ديالنا كما كنقولوا كيفرطات في التيران بمعناه الايجابي طبعا. المهم باش ما نطولوش ندوزو للهدف القاتل اللي كان ماركا في الدقيقه 120 فاش كانت هنا الاتليتيكو كتقلب على التعادل في اخر دقيقه من رميه التماس، وهذا هو دياز ابراهيم اللي ضرب واحد سبرينت اللي كان خيالي جدا، واللي بفرق السرعات بينه وبين اوبلاك قدر يوصل للكره هو الاول كما كيبان لكم بالواضح. واللمسه الاولى هنا كان الغرض منها اولا يبعد هو ولا بال على الحارس، وثاني بلاصيها او هي للتسديد يعني جوج في واحد، ومن بعد كما عارفين القصه صيفطها مباشره للشبكه، وبذلك فينيش قضى عليك على امل دييغو سيميوني. وللامانه دياز عذب لك اوبلاك اللي ما نفع معاه لا طاكسي لا موطور، بل حتى العداء بولت هزو في يديه وما لحقوش، تقول هذا كابتن ماجد وصافي. طبعا هادشي راه غير من باب الدعابه فقط. وبالمناسبه دياز عنده مشكل في الكتف وخاصو لابد يدير عمليه جراحيه، فحسب صافي خورخي بيكون قال لك بان ابراهيم غادي يستمر في ارتداء الضماده لانه غادي يخضع لعمليه جراحيه في نهايه هذا الموسم. وسمعوا هاد النقطه مزيان، بحيث قال لك في حاله ما تكون فوكا مع منتخب اسبانيا باش يلعب اليورو غادي ياجل العمليه الى ما بعد البطوله، وفعلا راه كاين احتمال كبير على ان دياز يلعب اليورو القادم، راه كل شيء كيبقى ممكن، لانه كما قلنا كل ما كيتعلق مع الريال كتزاد الامور تعقد وتصعب. المهم الاصابه اللي عند ابراهيم هي خلع في الكتف واللي تسبب ليه في تلف الغضروف، وهذه الحاله لا تدعو للقلق لانه يمكن يلعب عادي جدا، غير هو خاصو لابد عاجلا ام اجلا يخضع للعمليه، حقاش لما دارهاش غادي تسبب ليه مشاكل في المستقبل. والاطباء قالوا لي مادام كتحمل الالم يمكن لك تاخر هذه العمليه، غير هو منين يلعب شي ماتش لابد خاصو يدير هاد الضمادات اللي كتدعم المفصل وكتحميه. وهذا باختصار فيما يخص ابراهيم عبد القادر دياز. ايضا بغيت نهضر على واحد الموضوع مهم جدا واللي هو هوهوه بعض الاعلام العربي على المنتخب المغربي. كنقول بعض الاعلام يعني هنا ما كنعممش لان التعميم لغه الجهلاء، وعافانا الله مما ابتلى به غيرنا. المهم وللامانه ما كنتش نهائيا باغي نهضر في هذا الموضوع او نرد على هذه الجراثيم النكر الحساد والحاقدين المتربصين المرضى النفسيين، غير باش ما نطيحش الليفل ديالي اي نهبط لي مستوى متدني معاهم، ولكن كما كنقول وصل السيل والزبا وللضروره احكام، لانه كاين شي عينات اساتذه في الاستفزاز. نبداو بعد ما الاعلام اللي كاين في الدوره وباش نحطكم اولا في الصوره. وكما عارفين حنا كمغاربه وعارف العالم كامل بان اسود الاطلس البارح لعبوا ماتش اميكال ضد سيراليون على ملعب غير رسمي، ملعب خاص بالتدريب اللي كتشاهدوا حاليا، بينما الاعلام اللي في الدوره قبل ما يتلعب الماتش كان كيصدر مغالطه على اننا غادي نلعبوا في ملعب لوران بوكو اللي كاين في مدينه سان بيدرو، واللي هو احد الملاعب الرسميه اللي غادي تحتضر مباريات كاس افريقيا، وهذا خطا طبعا ولا اساس له من الصحه. وحنا عارفين قانونيا غير مسموح تلعب مباريات وديه على الملعب اللي غادي يحتضر البطوله، فقط كتكون عندك حصه تدريبيه واحده قبل المباراه. وهذا المقدم البرنامج طلع مع واحد جوج دايرين فيه محللين وهما لا علاقه لهم بكره القدم اساسا، وقال لهم كيف حدث ذلك ولماذا، زعما كيفاش المغرب غادي يلعب ماتش اميكال في التيران اللي غادي تلعب فيه البطوله. نخليكم تسمعوا هذا الجزء باش ما نكونوش كنهضروا من فراغ. كأس افريقيا، ونبدا بالمنتخبات العربيه. المنتخب المغربي واحد من المرشحين للفوز بكأس افريقيا، شد الرحال الى كوت ديفوار، اول منتخب وصل. نعم، وسيلعب يا ميدو، هذه النقطه نقطه استفهام كبيره، سيلعب على واحده من الارضيات السته التي ستحفظ المباريات الرسميه. نعلم جيدا بان كل منتخب لديه الحق في اجراء حصه تدريبيه واحده فقط على ارضيه الملعب الرئيسي قبل المباراه. المنتخب المغربي سيستفيد من اجراء مباراه وديه كامله على ملعب رسمي. كيف حدث هذا ولماذا؟ المهم الضيف الاول جاوب باستهزاء وقال لهم صحتهم وراحتهم يستاهلوا عندهم الحق،
فكيف لو ان فوزي القجع عنده السلطه وحاكم الكاف وبلا بلا 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 بلا. بصحتهم يصنفوا في لاكاف، يصنفوا في لاكاف في الكواليس اليوم بصحتهم، حنا ما نقدروش نحسدوهم، لا بصح الكونترير. انا بالنسبه لي فريمون بصحتهم، لانهم كما كانوا من الظفر بلعب مباراه وديه في الملعب الذي سيلعبون فيه كاس افريقيا، وسيتعودون سيكتشفون الارضيه قبل منافسيهم الثلاثه الذين سيلعبون معهم في نفس المجموعه. لذلك اعتقد بانه هذا استمرار لسلسله خطا، لسلسله سقطات الكاف في الاشهر الاخيره من رجال المنتخب المغربي. اعتبر ذلك عادي يا خويا، كما يقولوا حنا بالعاميه يلعب لعبك. اليوم فوزي القجع عنده سلطه يطبقها، يفيد منتخب بلاده عن طريق لعب مباراه وديه من اجل التعرف اكثر على ارضيه الميدان، ولو انه كاس افريقيا لا تعترف لا بارضيه الميدان ولا باي شيء، كل شيء ممكن للحدوث. المنتخب المغربي يبقى من بين المرشحين. واللي كيضحك اكثر هو اللي معاه قال لي هذه سابقه في تاريخ هذه المنافسه. كنا نعاود نولي للتجاوز الخطير وقال بصحتهم، ولكن نحن نتحدث عن التجاوز في حد ذاته، وتجاوز خطير. نعم، انت يعني تتجاوز كل الخطوط، انك تلعب مباراه هي سابقه في تاريخ المنافسه. دابا المشكله هادشي اللي سمعتوه كان قبل مباراه المغرب والسيراليون. السؤال دابا من بعد الماتش ومنين تاكد بان المغرب لعب فقط في ملعب تدريب، شنو الموقف ديالهم الان امام الجمهور او المشاهد الجزائري؟ بل شنو الموقف من انفسهم هما نيت اللي غير داوين خاوين؟ ولكن بحال هاد العينات ما كتكونش عندهم ذره احساس او خجل السنطيحه ونادي. وبين قوسين كاين اللي غادي يقول لي يمكن يكونوا خداو هاد المعلومه الخاطئه من الاتحاد السيراليون اللي كانوا اعلنوا على ان المباراه ديالهم مع المغرب غادي تكون على ملعب لوران بوكو. غادي نقول لكم قولا واحدا هذا عذر غير منطقي. علاش؟ لانه قبل في 6 من هذا الشهر، اي بعد 5 ايام من مباراه المغرب، كان عندهم ماتش مع الكوت ديفوار واللي اعلنوا على انهم ايضا غادي يلعبوا على ملعب لوران بوكو، وفي الاخير راه لعبوا غير على ملعب للتدريب. يعني كان عليهم ياخذوا العبره او الخلاصه من هذا الماتش. اما اللي غادي يقول لي عاوتاني هذا الكلام خرج قبل ما يتلعب الماتش ديال الكوت ديفوار والسيراليون، غادي نقول ليه بنفس المنطق ديالو علاش ما هضروش على الكوت ديفوار وهضروا فقط على المغرب. يعني المعنى او البلان راه واضح جدا. وباش ما ندخلوش في المتاهات، حنا عارفين بعض الاعلام خاصو غير شي حاجه بسيطه من يشدك باش يخرج داك الحقد اللي عنده لداخل ويبرر الفشل اللي عايمين فيه. لانه غير باش تعرفوا ان التطور ديال المغرب رياضيا خصوصا في مجال كره القدم والتدورات الكبرى اللي كننظموها اخرها كاس افريقيا لكره القدم داخل القاعه اللي حتى هي غادي تنظم ان شاء الله بالمغرب. يعني تخيلوا معايا غادي ننظموا كاس العالم 2030 مع اسبانيا والبرتغال، وكاس افريقيا 2025، وحتى بطوله الميني فوت اللهم بارك وزيد في ذلك، ومازال العطا يعطي. فكيف يعقل ما يكونش عندنا حساد؟ وهذا التطور والخط التصاعدي اللي غادي فيه المغرب والانجاز الاخير ديال الاسود اوتوماتيكيا كيبين لك الفشل ديال شي وحدين، وهذا ببساطه هو بيت القصيد. وكنزيد ناكد انا كنهضر فقط على هذوك اللي كيتهمونا بالكولسه وما شابه ذلك، اما اللي كيحترمونا اكيد كنحترموهم بكل روح رياضيه.